لما بيجي لك طالب ضعيف في الرايتنج او مش متأسس خالص او عايز يقوي اللغة عنده، هتكتب في جوجل تحميل مذكرة رايتنج او تأسيس؟ انسى الكلام ده وتعالى نشوف الشغل الجديد الحصري. مثلا لما هنكون في السيشن الطالب بديله الكنترول وبيحل بنفسه ويصحح لنفسه كمان قدامك، واللي بيوفر كتير من وقت في التحضير والبحث عن ماتيريال وكمان مجهودي اثناء السيشن نفسها. مش بس كده، ده كمان مناهج الوزارة سواء مصري او خليجي، اي درس جرامر هفتح بس الباوربوينت المتوفرة بطريقة التفل والسلت عندنا زي ما احنا شايفين وابتدي اشرح منها. حتى الجانب الترفيهي في شرح جرامر مش محتاج اجهزه لكل الدروس المتوفره، والكلام ده لمناهج اطفال وشباب اعدادي وثانوي. واللي حكم على شغلنا اكتر من 220 مدرس في خلال 5 شهور، لازم تشوف تجاربهم معانا بشكل عملي. ولي الامر لما بيشتكي من ضعف ابنه في الباراجراف، بشغل الماتيريال بتاعت الرايتنج التفاعليه اللي بتجمع ما بين المتعه واللي بتخلي الطالب يكتب بشكل تلقائي لانها مرتبه باحترافيه ومن الصفر، ومش هنحفظ باراجرافات من هنا ورايح. طيب الطالب نفسه ضعيف في منهج مدرسته محتاج تأسيس. صراحة أكتر باكج عملت نتائج رهيبة والأكثر مبيعا هي السوبر مايندز، اللي جمعت ما بين كل حاجة محتاجينها. ألعابها جاهزة للكلمات والجرامر بادئ من الصفر، الريدنج تكست بتتحول لأنيميشن واللي بتكون ممتعة جدا للمعلم نفسه قبل الطالب، فضمنت اندماج تام للطالب في السيشن وحب اللغة نفسها. ما تنساش تفتح الكتالوج وتشوف باقي شغلنا حتى الايلتس التفاعلي والبزنس انجلش التفاعلي.